صلاح الدين الأيوبي، وهذا الفيديو وهذه المشاهد من الحلقة الجديدة، ونرى فيها بأن اجتماع صلاح الدين الأيوبي مع محاربيه فيه كلام كبير. وحتى لو وضعنا حد الفوضى، فطالما أن بيت الأحسن لا يزال، فيظل سيف ديمقليس معلقا فوق رؤوسنا. وهذا بليان يطالب بعقد اجتماع، ويقول محاربه ما هي. وهناك أخبار من السلطان صلاح الدين الأيوبي. وهنا هذا الشيطانوي يمسك هذه المرأة محبوبته أو زوجته ويتكلم معها، ونرى ما يحدث. كل الدلائل تشير إلى أنه قادم، وهذه هي والدة صلاح الدين. ولقد اشتد نبض سلطاننا الشمسي يا أمي. وهنا صلاح الدين الأيوبي لا يمكن الوثوق بأي شخص آخر في هذا العمل غير راكيا كاراتيك. لدي مهمة خاصة مرة أخرى. وهنا القائد أو السلطان القدس الذي كان مختطفا يأتي ويصيب الرجل في رأسه، ويراه يقول: أنا لست طفلا، أنا ملك القدس. ويتدخل الرجل بقوة في هذا المشهد. وهنا يسقط هذا الخائن ثانية، ويرفع السيف عليه كوكوبوري، ويتم هذا الصراع والقتال كما نرى. وإن شاء الله تعالى سوف نكمل معكم هذا المسلسل بإذن الله تعالى، وسأجعلك تدفع ثمن كل شيء سلبت مني واحدا تلو الآخر يا صلاح. هذا كلام ولا يحدث، والرجل يتعرض للإهانة والإنهاء من صلاح الدين الأيوبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.